السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة بدي أوجه خطابي إلى الرفيق الطليعي المناضل محمد حبش. يقال أن نوم الظالم رحمة، فما بالك إذا فطيس؟ إذا فطيس بتكون رحمة كبيرة، رحمة كبيرة من رب العالمين. يا معلم الدين، الرفيق حبش يدعونا إلى الحوار والتسامح. حوار يا رفيق، لما كنا عم ندرس نحن في درس التربية الدينية كان يعلمونا العدل، من ثم يأتي الإحسان. أول شيء بتحقق العدالة، بعدين بيجي الإحسان. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخل فاتحا، كانت القوة السياسية وهذا بعد ما فتح مكة أصدر عفو. وهناك 4 مجرمين ارتكبوا جرائم، يعني مثل هلأ بنقول جرائم ضد الإنسانية، يعني لم يعفوا عنهم، حتى أنه قال لو تعلقوا بأسوار الكعبة لم أعفوا عنهم. يا رفيق حبش، يعني أنت امبارح أنا والله من كم نهار حكيت إنه النخب بدها تعلمنا الدين، بدها تعلمنا نحكي. يعني هيك بيكون العدل والإحسان. وبعدها ما عم نتحاور يا رفيق، ما عم نتحاور. ناس عم تلطم في المسجد الأموي، مسجد الأموي حاضرة الأمويين، اللطم فيه على قدم وساق. منروح لضريح سيدنا معاوية، ناس حمل الصرامة وعم تلطم في الضريح. يعني طيب أنا شلون بدي أتحاور مع هدول أهل الصرامة؟ يعني هل من الممكن أن أحمل صرماية مثل حكيتهم أتحاور أو أتحامر نفس الشيء، يعني أتحاور معهم بنفس الطريقة؟ هل من الممكن أن ترشدني، أن تدلني يا سيدي يا أبو الأخلاق بالقاف؟ لأنه في عندك ناس بيحكوا عن الأخلاق بالهمزة، بالنبرة، بكتبوها بالنبرة. عرفت شلون؟ مثل ميس كريدي اللي عم تتحفنا في بكائياتها كبكائيات النابغة الزبياني، يعني عن السيدة الأولى. يعني نحن بس دخلنا دمشق محررين يمكن بنفكر، يعني عرف شلون، اللي ما تلوثت ايده بالدم ممكن نعفو. اما الميليشيات الإيرانية لا زالت تقتل ومعبية البلد، فاطميون وزينبيون وحزب اللاتيون وميليشيات طائفية ما هب ودب معبية البلد وتقتل، ولا زالت تقتل فينا. ومنا نتحاور يعني أو منا نتسامح؟ والله ما عمال بعرف. يعني على أساس يبنى الحوار؟ على أي أسس يبنى التسامح؟ يعني أرجو من الرفاق اللي لسه لا زالوا هلا بعد الانشقاق وبعد هذا يا رجل إيش شو هذا؟ والله العظيم. طيب أنا هلا دم أخوي اللي راح تحت التعذيب، يعني أروح مع هذا أبو صرماي أشيل الصرماي وأبرك أنا وياه على طاولة حوار؟ اللي بيضربني بضربني الصرماي بضربه شحاطة على خلقته. يعني هيك بتم الحوار؟ عن أين حوار يعني؟ ولا زال بلدنا تنتهك ومساجدنا تنتهك وناسنا تحت قهر الاحتلال. فهم يا أخي، فهم. يعني اطلع من عباءة النظام، اطلع يا أخي اطلع يا أخي. أنا بنصحك تطلع وتعيش مع الناس وتقرب منهم.
الأخلاق والأخلاق. هلأ في عنا الصنفين هدول يعني، لحتى نحسن نحدد موقفنا يعني. يا أخي أنا بدي بالأخلاق بالقاف، لحتى هلأ أنا بالنسبة لميس كريدي بالأخلاق بالهمزة، هي في خطأ مطبعي يعني. وبعدها مات رئيسي فطس، إن شاء الله بيفطسوا كلهم يعني، وراح أشمت يعني. ما هو هذا أضعف الإيمان اللي بيطلع بإيدي يعني، هذا اللي أضعف الإيمان يعني. شماتي معلش معلش، سجلها علينا، سجل. راح نشمت وراح نتهبل وراح نوزع حلوى وراح ننبسط بخروج آخر واطي من بلدنا. يعطيكم العافية.